السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس علشان السحور ورمضان بقى خلاص. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويعود علينا الايام بخير. بصوا بقى الفول كان حلو ازاي. عايزه اقول لكم إن ده يعني ان شاء الله يبقى احسن فول عملتيه في حياتك. بجد حلو جدا وطريقته سهلة جدا والطريقة مضمونة. شايفين حتى المية بتاعت الفول مية مزبدة كده وجميلة جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ تعالوا بينا نبدأ ونشوف المقادير. نقول بسم الله كده. اول حاجة عندي نص كيلو من الفول، الحباية الكبيرة الفاتحة. الفول ده غسلاه كويس جدا ونقيته ونقعاه من بالليل. بتنقعيه 12 ساعة علشان الغازات وعلشان السموم اللي بتكون موجودة فيه، وعشان كمان يسهل من عملية السوى بتاعته. تمام. وعندنا كمان بقى للمقادير، طبعا لازم زي ما قلت لكم تنقعيه 12 ساعه. بصوا انا يعني جربت كل انواع الفول، في الحبايه اللي هي الصغيره الغامقه دي بتبقاش حلوه خالص. عندنا كمان بقى معلقه صغيره من الكركم ومعلقتين كبار من الرز. عندنا كمان معلقتين كبار من العدس. العدس ده يعني كتير كده قدامك، علشان طبعا انا غسلته ونقعته شويه. ممكن تستبدلي الرز لو مش عايزه تحطي رز بالفول المدشوش. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. عندي حله على النار حاطه فيها ميه بتغلي، او ممكن ميه من الحنفيه. هنزل بقى فيها الفول. الفول طبعا لما بتنقعيه ما بياخدش سوا زي لما بتعمليه من غير نقع. هو كده كده لازم تنقعيه علشان السموم وعلشان الغازات والكلام ده كله. وهنزل كمان العدس ومعلقه الكركم. معلقه الكركم دي يعني بتدي لون حلو كده. مش حابه تحطيها ما تحطهاش، بس هي مش بتدي طعم يعني ولا حاجه. ومعلقتين الرز برضو. انا عملت الفول قبل كده معاكم بطريقه تانية، بس دي اقل مقادير واسهل برضو. تمام. وهحط كمان حبيتين من الطماطم اهو، بس بقطعهم نصين كده واحطهم معاهم في الميه. اول بقى ما هيبدأ الفول بتاعي ان هو هيغلي، هروح موطية عليه النار زي الشمعة وهسيبه يستوي براحته خالص. هياخد حوالي 5 ساعات على النار، نار زي الشمعة، تكون هادية جدا علشان ما يتلسعش منك. ويعني كل فترة كده تقلبيه علشان برضو تتأكدي ان هو استوى. كده خلاص الفول بتاعنا بعد ما نزلته من على النار. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ استوى جدا وحلو جدا وطعمه كمان جميل جدا. طبعا نضيف ومضمون عن ما نجيبه من بره والكلام ده كله. بس ده الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم يا ريت ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه طبعا لو انت جديده، علشان كل ما انزل فيديوهات توصلك على طول. تعالوا كمان نغرف طبق علشان اوريه لكم شكله عامل ازاي في الطبق. حطي عليه بقى شويه طحينه وشويه زيت كده، والملح والكمون بتاعك والليمون بقى، واحلى طبق فول هتاكليه في رمضان ان شاء الله. ولو مش حابه شكل الطماطم، طبعا هي الطماطم اتهرت خالص في الفول بتاعنا، بس ده بيبقى القشر بتاعها بتقدري ان انت تشيليه وايه وتمام خالص. وكمان بقى بتحطيه لو عايزه تخزنيه بتعبيه في اكياس اللي هي بتاعه التلاجة، وبتدخليه الفريزر عادي جدا، وتطلعي منه يعني حسب ما تحتاجي. شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.